في إطار أنشطتها السنوية ارتأت مؤسسة موروكو ميديا نيوز الإعلامية بمعية شركائها أي مجموعة طيبة وكذلك المجلس العلمي أن تنظم هذا الحفل الختامي الذي يعد النسخة الثالثة. النسخة الثالثة ما يميزها هو أنه انتقلت من ما هو إقليمي إلى جهوي، أن النسخة عرفت مشاركة جهوية كثيفة، أي والمشاركة عرفت أزيد مشاركة قرابة الألف مشارك ومشاركة من مختلف المستويات التعليمية، سواء التعليم الأصيل أو التعليم كذلك العمومي أو الخاص. وإضافة إلى أنه عرفت أزيد من 250 مؤسسة تعليمية شاركت في هذه المسابقة لاختيار أزيد من 18 متسابق ومتسابقة للتباري على الأصناف الصنف الأول والثاني والثالث والرتب كذلك الأول والثاني والثالث. هذه المبادرة تقوم بها مؤسستنا كل سنة، وهذه المبادرة هي مبادرة لخدمة كتاب الله عز وجل، وخصوصا في شهر رمضان الأبرك، حيث شارك قرابة 1000 من التلاميذ والتلميذات على مستوى أكثر من 250 مؤسسة على مستوى الجهات السوس. وانتخب 18 منهم حيث تتم تباريهم في هذه المسابقة لينال كل واحد من هؤلاء التلاميذ والتلميذات مكانهم حسب ترتيبهم. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن المغرب بلد القرآن منذ مولانا إدريس الأول إلى مولانا أمير المؤمنين محمد السادس أيده الله ونصره. والمسابقة في نسختها الثالثة تعرف تطورا من حيث عدد المشاركين ومن حيث التنظيم، وإن شاء الله نأمل أن تكون هذه المسابقة أن تنتقل من المحلية إلى الجهوية ثم إلى الوطنية أو الدولية إن شاء الله. فبارك الله في كل من ساهم وشارك في إنجاح هذه الليلة، وكذلك المنابر الإعلامية التي تؤدي رسالتها الدينية والوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. هذه المشاركة كانت يعني واحد الفرصة لكل طالب يعني في المسار تاع الدراسي يعرف الموهبة ديالو بين الأقران ديالو، وهذا الشيء والحمد لله كيفرح. مرحبا، أنا اسمي محمد السعيد من طلبة مدرسة التعليم العتيق. هذه المسابقة كانت فرصة جيدة لنا لنتعرف على مجهوداتنا التي بذلناها، أو لنكتشف ما الذي تعلمناه أو ما الذي استنتجناه في هذه السنوات التي أمضيناها في هذا المسار الدراسي. والحمد لله، ونشكر اللجنة المنظمة وكل الأطر الذين ساهموا في هذه المسابقة. أولا كما كتعرفوا هذه النسخة الثالثة من مسابقة تجويد للقرآن الكريم على مستوى الجهة. كانت النسختين الفريضتين كانت على المستوى الإقليمي، وهذه السنة فهي على المستوى الجهوي. الحمد لله كانت المشاركة كبيرة ديال التلاميذ والتلميذات ديال المؤسسات العمومية والخصوصية. وهذه السنة كذلك تميز بأننا أضفنا المدارس العتيقة على المستوى ديال الجهة باش تسابق معنا في هذه المسابقة. الهدف من هذا البرنامج هو تشجيع التلاميذ والتلميذات ديالنا الاهتمام بالقرآن الكريم، ويعني إعطاء أهمية أكبر ديال التحفيظ والتجويد للقرآن الكريم، وكذلك قدوة بسيدنا الله ينصرو اللي كيعطي رعاية خاصة بالقرآن وتجويد القرآن والاهتمام بأهل القرآن.